الأيام الأخيرة لعل كل الناس سيصرخون هذه الصرخة في الأيام الأخيرة. في الأيام الأخيرة سيحل الشيطان من سجنه لكي يضل الأمم، كما ورد في رؤيا إصحاح 20، يخرج من سجنه لكي يضل الأمم. هتكون أيام خطيرة مرعبة. الشيطان سيستخدم كل قوته لكي يضل لو أمكن المختارين أيضا، لدرجة ربنا يسوع المسيح بيقول في متى 24 إن لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد، لكن من أجل المختارين تقصر تلك الأيام. إزاي؟ بعبارة آمين تعال أيها الرب يسوع انقذ. في تلك الأيام اللي هيجي فيها ضد المسيح الأنتي كرايست، واللي هيعمل معجزات وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لا ينفع إلا عبارة آمين تعال أيها الرب يسوع. وسط كل هذه الحروب الإيمانية لكي يضل العالم، الوحش أيام صعبة ما فيش فيها غير هذه العبارة. حتى الأيام اللي فيها الضربات التي تلي أبواق الملائكة السبعة اللي موجودة في سفر الرؤيا إصحاح 7 وإصحاح 8، أخطار عجيبة جدا. سفر الرؤيا اتكلم على 3 أبواق بوقت وإيه الأخطار التي أصابت العالم، ثم يقول بعد ذلك رأيت ملاك في السماء بيقول ويل للعالم من بقية أبواق الملائكة الذين سيبوقوا. حاجة صعبة، حاجة صعبة فوق كل قوة بشرية، ما فيش أمامها غير عبارة آمين تعال أيها الرب يسوع تعال وانقذ. زي ما قلت قبل كده، لولا إن الرب أبقى لنا بقية، الكتاب قال كده.